السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفيديو مميز. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا كلنا بنعشقها، ولادنا كلها بتحبها، وهي الفراخ المشوية. بس مش مشوية على الفحم، ولكن هنعملها بطريقة تدينا نتيجة الفحم وأحسن كمان، وبطريقة سهلة جدا. بس اللي بيفرق ان هي ليها، يعني بيفرق مثلا شوي مره عن شوي مره، في شويه تكات وشويه اسرار هنقول عليها تخلوا بالكم منها، هتديكم نتيجه ولا اروع من كده. هتاكلوا فراخ كانكم لاول مره تاكلوا فراخ مشويه بسبب الاسرار اللي هقول لكم عليها. يلا بينا نبدا ونشوف المقادير وطريقه التحضير. معايا فرخه متقطعه ومتشققه زي ما انتم شايفين عشان التوابل تدخل فيها بسهوله اهي، زي ما انتم شايفين كده. والوراك برضو اهي متقطعه. اول حاجه بنعمل ليها محلول نقع. الفراخ ما بتتغسلش يا حبايب قلبي عشان ميكروب السالمونيلا وميكروبات اسمها الليستيريا. الحاجات دي دايما نخلي بالنا منها، ما نغسلهاش على الحوض عشان البكتيريا دي بتنتشر بسهوله جدا عند غسيل الدواجن. تمام. الفراخ ما بتتغسلش، ولكن بنعمل لها محلول نقع عبارة عن 3 لتر ونص مية زائد نص كوباية سكر وحوالي نص كوباية ملح، وبندوبهم وبنحط النكهات اللي احنا عايزينها زي المرمرية، زي القرنفل، زي الحبهان، زي قشر ليمون. المهم نحط اي نكهات عشان يحصل تبادل بين انسجة اللحوم، تاخد النكهات دي بتاخد الزفارة وتطلعها، والملح بيقوم بخاصيته الاسموزيه ويدخل للانسجه وينفشها لي علشان تبقى سهله الطهي. تمام. دي اول تكه. طالما هنشويها يا حبايب قلبي، في تكايه كمان لازم تخلوا بالكم منها. يا ريت الفرخه او الفراخ اللي هتشوها ما تكونش لسه مذبوحه دلوقتي، لا، يا ريت يكون بقى لها بس حوالي 8 ساعات على الاقل، يا ريت. ولو ليله بقى يا سلام. ليه يا حبايبي؟ عشان كده بندي فرصة للأنسجة البروتين الداخلية إن هي تفرز حمض اللاكتيك أسيد، والحمض ده مفيد جدا، هو اللي بيخلي وبيتسبب في طعامة البروتين اللحوم يعني، وبيتسبب كمان في إن هي إيه ما تشدش معاكي. تمام. يبقى كده إيه قلنا على أول إيه الأسرار. تمام حبايب قلبي. تاني سر يا حبايب قلبي هو البهارات. تكوين البهارات نفسه فيه اسرار. معايا هنا معلقه بابريكا علشان تديني اللون الذهبي وتسرع لي في تحميرها. معايا هنا معلقه صغيره جدا كمون. معايا هنا معلقه كزبره جافه. الفراخ بتتزود جدا معاها، وكمان الكزبره بتتسبب ان هي تزيل الزفره تماما. معايا هنا معلقه كبيره فلفل اسود. ولو لاحظتوا ان انا حاطه الكاري جنب الفلفل الاسود. ليه؟ طالما حطينا يا حبايب قلبي كاري، يبقى لازم الكاري طبعا معروف ان هو مصنوع او يعني مكوناته اساسها الكركم. طيب الكركم ده انا عايزه استفيد منه، يبقى لازم احط جنبه فلفل اسود، لان ماده البابرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي هتساعد الجسم على امتصاص ماده الكركمين اللي هي بداخل الكركم والكاري. تمام. معايا هنا معلقه شطه، ودي تبع الرغبه. افرض انت ما بتحبيش الشطه والحاجه مشطشطه ما تحطهاش. تمام. معايا هنا بصله مبشوره، ومعايا ملح، ومعايا معلقتين كبار او 3 دبس رمان. دبس الرمان مش بنحطه بس عشان الطعم، لا، ده هو بيدي طعم ومزاج روعه بالذات للحاجات المشويه، ولكن الافاده الاكبر ان هو هيساعد معدتك على هضم البروتين بسبب احتوائه على فيتامين بي المركب. تمام. فنبقى عارفين احنا بنحط المكونات ليه، دي بتفرق جدا. يلا بينا نشوف هنحط التوابل والبهارات ازاي. بسم الله. هنبدأ نحط جميع البهارات زي ما انتم شايفين. وهنبدأ نحط الثوم، معلقة صغيرة ثوم، ومعلقة ملح، وبصلاية صغيرة مبشورة مش متقطعة، مبشورة.
وهنبدأ نحط دبس الرمان ونبدأ نتعامل بقى اهو يا حبايب قلبي دبس الرمان. فاضل بقى الحاجة المهمة جدا جدا اللي هتساعد لأنسجة اللحمة تكتسب النكهات اللي أنا حطيتها الجميلة دي، وهي معلقتين زيت. الزيت يا حبايب قلبي فايدته هنا ان هو بيفتح لي أنسجة اللحمة او الفراخ او الدواجن اوريدي اللي انت بتتبليها، عشان يدخل لي النكهات دي كلها داخل الأنسجة ويسرع لي العملية دي. أبدأ بقى أقلب كل النكهات دي وأدخلها كويس جدا، وانا في الوقت ده مولعه الفرن عشان الفرن يسخن زي ما انتم شايفين. لازم نولعه يا حبايب قلبي ونقلب ونحاول ندخل كل البهارات والتوابل والنكهات الجميله دي. دلوقتي يا حبايب قلبي انا خلصت تتبيل، هبدا ارص هسيبها في التلاجة على الاقل 4 ساعات، ولو بيتها قبلها بليله ده هيبقى كويس جدا 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 وهتديكي نتيجه ولا اروع من كده. بعد ما تطلعيها من التلاجة بعد التتبيل 4 ساعات على الأقل، هنبدأ نحطها في التلاجة في الفرن ونرصها على الشبكة وتكون قريبة من الولع النار يعني. تمام. وبعدين بجهز فحماية على النار، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. هديكي بقى تكايه تخليها لك زي المشويه على الفحم بالظبط واجمل كمان. هنبدا نرصها دلوقتي ونحط حاجه تحت منها ألمونيا او ستانلس او اوريدي انت عايزه ايه، عشان اللي ينزل منها ينزل فيها عشان ما نبوظش الفرن. واهو يا حبايب قلبي بعد ما طلعنا الفراخ من الفرن وخدت اللون الجولدن التحفه دوت، والريحه مش قادره اقول لكم روعه الروعه. هنعمل بقى تكايه كده، هنجيب قطعه فحم مولعه زي ما انتم شايفين وهنحطها في النص، نحطها في ورق سلوفان كده صغير وايه نقطتين زيت عليها، وشايفين الدخانه بقى، ودي بقى اللي هتدي الطعم اللي هو زي ما يكون انتي عاملاها على الفحم بالظبط، شويها على الفحم بالظبط، هتديكي نفس النتيجه. ودلوقتي هنفتح عليها بقى طالما الدخانه خلصت، ونبدا نشيل الفحمه ونقدم الطبق. وعايزاكم بقى تمشوا على الخطوات اللي قلت لكم عليها والاسرار والتكات، وتشوفوا ايه النكهات المناسبه وتسيبوها حوالي ساعه او ساعه وربع في الفرن. تمام. يا رب يكون قلت لكم على كل الاسرار بتاعه الفراخ المشويه بالطريقه المناسبه والطريقه الكويسه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.